السلام عليكم إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، كنتمنى بأنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في الفيديو ديال اليوم أخوتي غنشوف واحد الخبر اللي صادم بزاف من طرف حكم النهائي بين المغرب والسنغال. كملوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا كل شيء. كما كتعرفوا أخوتي، مباراة النهائي قادها الحكم الطنزاني جاك ندالا، وهذا الحكم أخوتي دار واحد الأخطاء كارثية في النهائي اللي ما كتغتفرش نهائيا. وكاين بزاف ديال المغاربه كانوا طالع عليهم بالدم بزاف ومعصبين من هذا الحكم بسبب الاخطاء اللي دار، وخصوصا بانه فاش انسحبت السنغال ما قامش بنهايه المباراه، يعني صفر نهايه ويعلن المغرب كفائز. هذا الحكم اخوتي صرح لصحيفه لوموند الفرنسيه بانه تعرض لضغوط مؤسساتيه سنغاليه من طرف السنغال. هذا الخبر كارثي يا اخوتي. قال لك تعرض لضغوط مؤسساتيه باش ما يعطيش بطاقه صفراء للاعبين اللي قاموا بالانسحاب، مع العلم ان جوج ديال اللاعبين ديال السنغال كانوا خداو بطاقه صفراء في المباراه وانسحبوا. بعد العوده ديالهم خاصو يعطيهم صفراء ثانيه والطرد نهائيا، ولكن ما عطاهمش. قال لك علاش ما عطيتهمش البطاقه الصفراء؟ حيت كانت عليا ضغوط مؤسساتيه من طرف السنغال. كارثه خوتي، كارثه بمعنى الكلمه. يعني مباراه النهائي راه داك النهائي مشؤوم وما مفهومش نهائيا. تخيل معايا واحد المنتخب انسحب كامل من المباراه، ما بقى حتى لاعب في ارضيه الملعب وما تعلنش نهايه المباراه. ناهيك على هذا الشيء كامل، اللعابه اللي عندهم بطاقه صفراء فاش رجع ما تعطيهمش بطاقه حمراء. كيفاش؟ واش هنا الصيبه نوض انا ننسحب نمشي نشرب قهوه ولا ما عرفت شنو نرجع لك للمباراه؟ يعني الفريق الاخر يبقى يتسناني في الملعب وانا نمشي ننسحب نمشي نقضي حاجه ونرجع ثاني نلعب ولا شنو؟ كيفاش نلعبوا هنايا؟ زعما ما كاين لا قوانين لا حتى شي حاجه. داكشي عادي نورمال. هادشي اخوتي اللي كياكد هاد الصدمه هذه اللي بزاف ما تقبلهاش، بزاف ديال المغاربه ما تقبلوش، مستحيل بانهم يتقبلوها. راه ثقوا بيا اخوتي، كنت صابت مباراه نهائي اكتملات بطريقه طبيعيه، يعني ما كان لا انسحاب لا حتى شي حاجه. السنغال نقولوا شدينا ضربه جزاء وتلعبات ديك ضربه جزاء، ما انسحبوش، تلعبات وضيعناها. قسما بالله المغاربه ما غادي تجيهم، يعني ما غادي يتعصبوا، ما غيطلع عليهم الدم حتى شي حاجه، لانه علاش ربحوه بدراعهم. مباراه ربحوها بطريقه واقعيه، ما غشوا ما انسحبوا ما داروا حتى شي حاجه. ولكن هذاك الشيء اللي ما كانش. المنتخب المغربي اخوتي كمل المباراه حتى الدقيقه 90 ما سجل حتى شي واحد. تحسن على ضربه جزاء، ناضوا انسحبوا لينا من المباراه، فسدوا لينا الفينال. يلا هضر معاهم التدوي معاهم درك. علاش انسحبتي؟ قال لك ضربه جزاء غير صحيحه وما حسبوش لنا واحد الجول. وداك الجول السي محمد راه اصلا كان قبله خطا صفروا حكام. ديك الصافره ديال الحكم ما شفتيهاش حتى؟ شافها غير الحكم وشافوا اللعابه ديال المنتخب اللي حبسوا الهجمه ما كملوهاش، وانت مشيتي كملتيها وطحتي كره براسك دخلتيها في الشبكه، وفي الاخر جيت تقول لي لا راه هدف صحيح. باش صحيح؟ الحكم صفر باش توقف في اللعب، تكملتي اللعب، اللعابه ديال المنتخب سمعوا الصافره وقفوا كاملين. ماشي هدف غير صحيح، كان قبله خطا، والبيلانتي صحيحه 100%. يعني غير بغيتي تدير فوضى وصافي. المهم اخوتي، هذه ضربه قاضيه واحده اخرى للسنغال وغادي تحسب لينا عند الطاس اخوتي. المهم اخوتي، هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. نتمنى تعاونونا بواحد لايك وبمشاركه الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء. هادشي اللي كاين، تحياتي لكم.